السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في قناه كيتشن ريم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم بالف صحه وعافيه ان شاء الله. وهذا الفيديو ان شاء الله درتو البنات اللي كيكونوا عاد صغارين هكا وعاد اللي كيكونوا يلاه تزوجوا مبتدئات واللي مازال ما كيعرفوش يصاوبوا الدجاج ولا اللي كيعرفوا. المهم قلت نشارك معكم الطريقه ديالي ديال التنقيه وديال التشرميل ديال الدجاج. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كانت عندي واحد الطلبيه ديال الدجاج محمر، قلت لي مالا ما نشاركش معكم الطريقه باش كنشرمل الدجاج وحتى التنقيه. وبسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنايا الدجاج اللي كنكونوا غسلناه من قبل، كنقيوه مزيان وكنشلوه وكنحيد له كاع الا كان فيه شي شعر ولا كانت فيه شي زوائد ولا ديك الشحمه اللي كتكون فيه يعني ديال الدجاج. راه اهم حاجه في في الدجاج محمر انكم كتنقيوه مزيان وكتحيدوا له كاع داك الشيء اللي كيكون فيه وديك الشحمه اللي كتكون ديال الدجاج حتى هي كتحيدوها كامله. وهنا كما كتشوفوا راني جبت الحامض والملحه اللي كتكون يعني الملحه الغليظه. هنا كنحكو مزيان بحال اللي كنديروا له المساج. صافي هنا كما كتشوفوا راه فيه ما بانت لينا شي شحمه ولا شي حاجه، كنحكوها مزيان. انتما بنفس الطريقه غادي نجيب واحد الدجاجه اخرى وغادي نستمر معكم. هنا الا كانت فيها شي حاجه شي زوائد ولا بحال هكا يعني حتى دوك الجنيحات كنقطعوا منهم شويه، ما كنقطعهمش كاملين، كل واحد والطريقه ديالو باش ينقي الدجاج. المهم انا ما كنقطعهاش كامله صافي وكنقيها مزيان وكنقطع حتى العنق. كما كتشوفوا ما كنقطعوش يعني العنق كامل. وهنا هاد الجلدات ولا ما عرف شنو هاد الشيء اللي شنو كيتسمى، هادو اللي كيكونوا هنا في الرجلات هما كنحيدوهم ضروري، ما كنخليوهمش، كنحيدوهم وكنقيو الدجاج ديالنا مزيان كما قلت لكم بالحامض والملحه. صافي كنحاول اننا نقيوه مزيان باش هكا ما كيبقاش فيه شي شعره ولا شي حاجه. كندوزو عليه كامل. غنستمر بنفس الطريقه حتى كيبان ليا الدجاج تنقى ولا يعني الجلده ديالو بيضه. وكما سبق قلت لكم يعني هاد الفيديو راه درتو البنيتات اللي كيكونوا مازال ما كيعرفوش. راه تبارك الله السيدات ديال المغربيات حنا راه كلشي كيعرف يصاوب الدجاج محمر وكيعرف يصاوب ينقي الدجاج. المهم كاينين البنيتات اللي كيكونوا مبتدئات مازال ما كيعرفوش. هاد الفيديو درتو ليهم، كنتمنى ان شاء الله تستافدوا منه. وكما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو باش كيصاوب وباش كيشرمل الدجاج. صافي هنا غنستمر حتى نسالي الكميه ديال الدجاج اللي عندي. بالنسبه للعبار ديال هاد الدجاج راه فيه 2 كيلو و200 بحال هكاك، يعني ماشي دجاج كبير بزاف وماشي صغير. بالنسبه للدجاج محمر من الاحسن انكم ديروا الدجاجات اللي كيكونوا صغارين، كيجيو بنان حسن وكيجيو زوينين. المهم هنا نتوما كنقطعوا العنق وكنقطعوا دوك الزوائد ديال الجناح حتى هما. وصافي غادي نستمر حتى نسالي الدجاج ديالي كامل. كنحاول اننا نقيوه مزيان حتى من الداخل، ما كنخليو فيه حتى شي حاجه، والا كانت شي جلده ولا شي شحمه كنحيدوها ما كنخليوهاش، يعني باش هكا كيجي لينا الدجاج بنين. كما قلت لكم راه الدجاج المحمر راه يعني السير ديالو هي التنقيه، خصكم تنقيوه مزيان انتما. المهم غادي نستمر. انا هنايا راه كنت نقيته يعني في الاول حيت له كامل داكشي اللي كيكون فيه الداخل ولا كانت فيه شي شعر راه كنكونوا يعني كنحيدوه في الاول، كنغسلوه مزيان عاد باش نحكو بحال هكا بالملحه وبالحامض. صافي وغادي نستمر. المهم انا هذه هي الطريقه باش كنصايب الدجاج، يعني لا الدجاج محمر ولا حد الدجاج اللي كنطيبوه حتى في الدار ديال الطاجين ولا مهم اي دجاج كنجيبوه. هذه هي الطريقه باش كنصاوبو باش هكا ما كتبقاش فيه ديك الزفوريه ولا تبقى فيه شي ريحه. كما كتعرفوا الدجاج كيكون فيه الزفوريه وكتكون فيه ديك الريحه ديال الدجاج. الا بقاو فيها بحال هكا الدجاج جلود او الا ما تنقاش مزيان وما تحيداتلوش ديك الشعر مزيان ولا ديك الزفوريه اللي كتكون فيه، صافي غادي نستمر. وهنا من بعد ما كنسالي الدجاج صافي كنعاود انني نشلوه مزيان بالماء. انتما يعني كنعمرو بالماء وكنخليه هنا من بعد ما كنشلوه مزيان. صافي هنا غادي نجيب الحامض، غادي نجيب واحد 2 حامضات غادي نقطعهم وغادي نعصرهم مزيان بحال هكا وغادي نقطعهم وغادي نخليو شويه هاد الدجاج يترقد في الماء والحامض. وغادي نضيف عليه سكينجبير او زنجبيل، واحد 2 معالق كبار ديال الزنجبيل سكينجبير
المهم كنديرو بحال هكا. المهم انا هذه هي الطريقه ديال باش كنصاوب الدجاج باش ما كتبقاش فيه الريحه. صافي غادي نخليوه هنا واحد المده حتى كيترقد مزيان، ومن بعد غادي نرجع غادي نخليه يستقطر في الشبكه. ومن بعد كنخليوه حتى كيقطر مزيان. ضروري انكم تخليوه يقطر مزيان، ما تبقاش فيه حتى شي قطره ديال الماء. وهنا غادي نمروا باش غادي نصاوبوا تشرميله او داك الشرموله ديال الدجاج. هنا عندي الربيع والمكنوس اللي نقطعوه مزيان او كنكردوه بهذه الطريقه. هنا عندي 2 معالق كبارين. عندي واحد الحامضه مصيره اللي كنطحنها او كنقطعها رقيقه، وعندي هنايا الثومه. وهنا غادي نضيف الخرقوم، غادي نضيف واحد 2 معالق صغارين ديال الخرقوم. وغادي نضيف هنايا سكينجبير او زنجبيل حتى هو 2 معالق. المهم بالنسبه للتوابل راه كيبقى على حساب الكميه ديال الدجاج. هنا غادي نجيب الابزار حتى هو غادي ندير واحد معلقه ديال الابزار. وبالنسبه للتوابل كيبقاو على حساب الكميه ديال الدجاج، ممكن لكم تضافوا الكميه او تنقصوا منها. هنا غادي نجيب التوابل ديال سميتو ديال الدجاج، او عفوا في الاول ضفت واحد شويه ديال القزبور اللي كيكون يابس ومطحون. وهنا غادي نضيف 2 معالق ديال التوابل ديال الدجاج. وهنا غادي نضيف واحد ضمه ديال زعفران. بالنسبه للضمه ديال الزعفران تقدروا تستغناو عليها الا كان عندكم زعفران الحور، فمن احسن انكم ديروا الزعفران شعره. انا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال الحامض، عصير ديال الحامض، وغنضيف واحد نصف كاس ديال الماء. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. المهم انا هذه هي العطريه اللي كنديرها للدجاج. كاين اللي كيدير حتى البصله محكوكه، وكاين اللي المهم كل واحد والطريقه ديالو. المهم انا هادو هما التوابل، وهذه هي يعني الشرموله اللي كندير بها الدجاج. صافي هنا غادي نشرملو الدجاج ديالنا مزيان. غادي نحاولوا اننا ندخلو فكو يعني مع الجلده وفي الدجاج كامل. وبالنسبه لهاد الشرموله من احسن انكم ديروها بالليل وتخليوهم يباتوا في الثلاجه، يعني الدجاج يبات في الثلاجه حتى الصباح وديروه يطيب، او ديروه مثلا في الصباح بكري ومع يعني نص نهار ولا المهم تخليه واحد شويه. وهنا كما كتشوفوا كنشدوا الدجاج، داك الصدر ديال الدجاج كنحاولوا اننا نثقبوا شويه باليد ولا الموس. صافي كندخل فيه حتى هو ديك الشرموله لداخل باش كيجينا مشرمل. وبالنسبه للدجاج من احسن انكم تخليوه يبات كما قلت لكم، وتجيبوا الدجاج ليله من قبل باش هكا كيجيكم زوين. كما معروف الدجاج اللي كيكون يعني كيطيب في وقته راه ما كيجيش زوين، كيجي قاصح. واخا كطيبوه يا اما يعني لا طاب اكثر من القياس راه كيتهرس وما كيجيش زوين. وفي نفس الوقت الا ما طيبتوش بزاف عاوتاني كيجي لكم قاصح. فمن احسن انكم تجيبوا الدجاج قبل وتشرملوه، هكا كيجي الدجاج بنين وكيجي فتي. صافي هنا غنستمر بنفس الطريقه، غادي نكمل الدجاج ديالي وغادي نخليه كما قلت لكم، غادي نخليه ليله كامله في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله في الصباح. يعني غير كنوض ندخلو يطيب، كنديرو يطيب. وصافي غادي نخلي الدجاج ديالنا في الثلاجه حتى الصباح وغنطيبوه ان شاء الله. الى عجبكم يعني هذا الفيديو بحال هكا نشارك معكم حتى الطريقه ديال الطياب وديال التحمار، مرحبا. وهنا كنكون وصلت للاخر ديال الفيديو. كنشكركم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش تخليو لي لايك والتعليق ديالكم الى عجبكم الفيديو. بسلام عليكم، في امان الله وحفظه.